السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حارس مقابر لقى جثة بنت ملفوفة ببطانية ومرمية عنده في المقابر اللي هو بيحرسها. اتصل بالشرطة وجت واخدت البنت، واللي اتعرف بعد كده ان البنت دي مخطوفة بقالها 4 ايام، وعليها آثار تعذيب وحرق وضرب وطفي سجاير في كل حتة في جسمها. القصة بدأت بواحد اسمه الأسطى أحمد. الأسطى أحمد بيشتغل سواق ميكروباص ومتجوز وعنده 4 بنات، زي ما بيحصل في أي بيت مصري عادي يعني، أو حتى مش مصري، أي بيت عادي ما بيخلاش من المشاكل. بس في ناس بتعرف تتعامل مع المشاكل دي وبتحتويها وبتعدي الموقف، وفي ناس لأ. الأسطى أحمد حصل بينه وبين مراته مشكلة، مراته طلبت الطلاق وفعلا اتطلقوا. بس الأسطى أحمد كان عنده 4 بنات، مراته سابت له ال4 بنات واعتبرت إن حياتها اللي فاتت دي وبعيالها ماضي وانتهى، وبعدها بكام شهر اتجوزت. طبعا غياب الأم عن البنات كان مأثر في نفسيتهم جدا، لأن البنات كانوا في سن صغير ومحتاجين أمهم معاهم، فكون إن هي ما تكونش موجودة دي حاجة بتبقى متعبة للأطفال. الأسطى أحمد كان حنين قوي عليهم، وكان بيحاول يعوض دور الأم، فكان بيلعب دور الأم ودور الأب. كان بيشتغل ليل ونهار وبيتعب علشان يحاول يحقق لهم أو يكفي احتياجاتهم، ما يخليهمش محتاجين حاجة. فكان بيشتغل طول اليوم وبيرجع بالليل مهدود، فما كانش فيه رقابة في البيت. هيبقى الرقابة من ما فيش أم والأب طول النهار في الشغل، لأن هو مصدر الدخل الوحيد. المهم إن الأسطى أحمد كان مربي عياله كويس جدا، فكان واثق من تربيته ليهم، وعشان كده كان بيثق فيهم ثقة عمياء. للأسف ما كانش عامل حساب لغدر البشر. المهم تمر الأيام والبنات يكبروا. البنتين الكبار اتجوزوا، لأن الأسطى أحمد كان مبدأه إن جواز البنات سترة ليهم، فجوزهم بدري بدري، وكمان عشان يطمن عليهم لأنهم ملهمش حد تاني في الدنيا. كده اتبقى عند الأسطى أحمد بنتين اللي هما الصغيرين، أميرة عندها 17 سنة بتدرس في المدرسة الفنية، وسلمى عندها 14 سنة وطالبة في إعدادي. سلمى كانت آخر العنقود، يعني آخر اخواتها بقى والقريبة من قلب أبوها، خصوصا إن أمها لما سابتها كانت لسه سلمى عندها 6 سنين. فارتبطت سلمى بأبوها جدا، وكانت يعني بتحاول تعمل له كل اللي هو عايزه عشان ترضيه، لدرجة إنها كانت بتتفوق في دراستها علشان تدخل كلية الطب زي ما وعدت أبوها. فطلبت منه إن هي عايزة تاخد درس تقوية في سنتر جنبهم. هم ساكنين فين؟ هم ساكنين في منطقة خورشيد، بالظبط في عزبة اسمها عزبة البحر في اسكندرية. المنطقة دي شعبية شوية. المهم ان السنتر كان في نفس المنطقة بس كان بعيد شوية، يعني وسيلة المواصلات الوحيدة ليها التوك توك، فكان لازم انها تاخد التوك توك كوسيلة مواصلات. المهم ان حظها السيء سلمى انها ركبت مع سواق توك توك اسمه احمد، وشهرته احمد الدود، والمفروض كانوا سموه احمد الزفت، بس ما علينا، شهرته احمد الدود. و 19 سنة. كان حظها السيء انها ركبت معاه كذا مرة، يعني كل ما كانت بتبقى رايحة الدرس صدفة كانت بتركب معاه، لحد ما بدأ يبقى في بينهم كلام،
وتعرفوا على بعض. عرفت سلمى منه ظروفه ودنيته، وأعجبت بيه لأنه حصل بينهم قصة حب، لأن هو بالنسبة لها الشاب الجميل الروش اللي بيلبس بناطيل مقطعة وبيشغل الكاسيت بتاع التوك توك على الآخر. وللأسف الحاجات دي بتعجب البنات في السن ده. المهم ان حصل بينهم قصة حب، وسلمى حكت له على كل ظروفها والدنيا عندهم ماشية ازاي. كان بيوصلها الدروس، وكان احيانا بيوصلها كمان المدرسة. بعد ما اتطورت بينهم قصة الحب، قال لها ان هو خلاص قرر ان هو يجي يتقدم لها، بس لازم الاول ان امه تشوفها علشان يعني يتعرفوا على بعض قبل ما يروحوا يتقدموا. سلمى لما سمعت كده كان جا في دماغها ان هم هيتقابلوا في مكان عام او في كافيه زي ما بتتقابل مع احمد، لكن هو اقنعها ان مامته مشلولة، ما بتقدرش تنزل من البيت وما بتشوفش حتى شكل الشارع، ولا مش هيحصل حاجة لو طلعتي معايا 10 دقايق بس اتعرفتي عليها وسلمتي عليها ونزلتي. في الاول سلمى كانت بترفض، يعني كانت رافضة وكانت خايفة، بس مع زنه عليها واقناعه ليها للأسف وافقت. المهم في اليوم الموعود أخدها معاه وراحوا المنطقة اللي هو ساكن فيها، برضو هو ساكن في منطقة خورشيد في وش المقابر بالظبط. طلعوا مع بعض الشقة. أول ما سلمى دخلت اتفاجئت إن في واحد جوه. عرفت من أحمد إن ده خالد ابن عمه، وقبل ما تسأله عن أمك فين علشان أسلم عليها، اتفاجئت بالاتنين قصادها ومطلعين أسلحة من جيوبهم وبيهددوها وبيقولوا لها اقلعي هدومك. سلمى خافت وقعدت تصرخ وتصوت، بس للأسف هي في منطقة مقطوعة ومحدش هيسمعها. ضربوها علشان تسكت واعتدوا عليها، وبعد ما خلصوا قالوا لها إنها لازم تفضل هادية وتسكت خالص علشان يسيبوها في الآخر تروح، بس تسمع كل اللي هيقولوا لها عليه. وللأسف سلمى سكتت وفضلت معاهم 4 أيام. 4 أيام وهم بيعتدوا عليها، على طفلة عندها 14 سنة. المهم إن في يوم أحمد كلم واحد زميله اسمه حمزة وقال له يجي عشان يوجب معاه، وطلب من سلمى إنها تعمل معاه نفس اللي عملته معاهم. سلمى لما شافت كده خافت بقى وقعدت تصوت وتصرخ، فتلموا عليها ال3 وضربوها واعتدوا عليها بشكل وحش وعنيف، لدرجة إن جالها نزيف حاد وماتت في وقتها. فاتفقوا ال3 إن هم يلفوها في بطانية ويرموها في المقابر، ولا من شاف ولا من دري، زي ما كانوا بيهددوها في الأول. المهم إن أبو سلمى من أول يوم اختفت فيه وهو كان قالب عليها اسكندرية، لدرجة إنه هو ركب ميكروفونات على العربية بتاعته وبيلف في شوارع اسكندرية وبينادي على بنته وبيقول أوصافها واللبس اللي كانت لابساه، غير إنه كان عامل محضر تغيب من أول يوم اختفاء ليها، فكانت كمان الشرطة بتدور معاه، لحد ما جاء بلاغ للشرطة إن في جثة مرمية في مقابر. الشرطة راحت على طول وأخدت الجثة وطبقوا المواصفات بتاعتها بالمواصفات اللي أبو سلمى كان كاتبها في محضر التغيب، وطلبوا منه إن هو يجي علشان يتعرف على الجثة. وفعلا راح وتعرف على الجثة ولقاها سلمى بنته، ودخل في حالة انهيار تام وصريخ وعياط، ما كانش مصدق اللي حصل لبنته. المهم إن بدأت الشرطة تعمل تحرياتها أكتر وتجمع معلومات أكتر علشان تقدر توصل للمتهمين دول. فوصلوا المعلومة مهمة من واحدة صاحبة سلمى في المدرسة،
إن سلمى كانت على علاقة حب مع واحد اسمه أحمد وشهرته أحمد الدود، شغال سواق توك توك، وإنه كان بيوصلها الدروس وبيوصلها المدرسة. وصاحبة سلمى قالت إن سلمى كانت مأكدة لها إنه هو بيحبها وإنه هم في حكم المخطوبين، وإنه خلاص مقرر إنه هو يجي يتقدم لها. طبعا ده كان طرف خيط الشرطة مسكته علشان تقدر توصل للمتهمين، وفعلا قبضت على أحمد الدود، واللي اعتراف تفصيلي بكل اللي عمله مع سلمى، وكمان اعترف على شركائه في الجريمة اللي هو خالد ابن عمه وحمزة صاحبه، والشرطة قبضت عليهم وكل واحد فيهم اعتراف برضو تفصيلي باللي هم عملوه مع سلمى. اتحولوا لمحكمة الجنايات، والحمد لله والشكر لله اتحكم عليهم بالإعدام. الحادثة دي قديمة شوية، يعني كانت في سنة 2021. طيب أنا ليه دلوقتي بحكيها؟ أنا بحكيها لأن القصة دي مش قصة سلمى لوحدها. إحنا دايما بنسمع يعني للأسف على طول في حوادث خطف واغتصاب، وأغلبيتهم بيبقوا أطفال صغيرة. الدور هنا أو المهم إن كان يكون للأسرة نفسها دور في تربية الأولاد، بس الدور ده هيكمل إزاي والأم مش موجودة؟ الأم اللي سابت 4 بنات وهم في أشد الاحتياج ليها، لأن معروف إن البنت بتبقى محتاجة لأمها والولد محتاج لأبوه. دي سابت 4 بنات ورمتهم لأبوهم يربيهم. طب لما انت مش عايزاهم اصلا خلفتيهم ليه؟ ده اللي معاه عيل ولا 2 محتاج بيهم، انت مخلفة 4 ترميهم؟ ده ايا كانت المشكلة اللي بينك وبين جوزك، لو مد ايده كده وخد قلبك كنت المفروض ان انت تستحملي وتحتوي الموقف وتكملي علشان خاطرهم، مش ترميهم كده وتسيبيهم. واللي كمان ما كانوش بيشوفوها، يعني كانوا بيشوفوها في المواسم والأعياد، وكانت أحيانا كتير بتتهرب منهم. سلمى ضحية لأم جحدة، لأن لو كانت أمها معاها كان أكيد هيبقى فيه رقابة أكتر من كده، كان هيبقى فيه توعية، كان هيبقى فيه اهتمام، كان هيبقى فيه إن هي يعني تعلمها ازاي تدافع عن نفسها، ازاي ان هي ما تملش على اي كلمة حلوة تسمعها من اي حد. حاجات كتير قوي كانت الام المفروض انها تعلمها لها. لكن الام فين؟ الام شافت حياتها ورمت عيالها، مش مهم عندها، المهم هي. وما نقدرش نلوم الاب، لان في الاول في الاخر يعني هو مش هيقعد جنبهم، هو كان بيحاول يكون لهم الاب والام وان هو يحنوا عليهم ويعوضهم، لكن ما كانش هيقدر يفضل قاعد جنبهم. طب مين اللي كان هيوفر مصاريفهم؟ مصاريف دراسة ودروس وجواز، كل الحاجات دي في رقبته. فكان مجبر ان هو يقضي يومه كله في الشغل علشان يقدر يجيب مصاريفه. الأم هي اللي غلطانة وهي الجانية، يعني الأم يعني مذنبة بنفس درجة إذناب الشباب ال3، لأن لو ما كانتش الأم اتخلت عن أولادها ما كانش ده حصل. سلمى ضحية مش لوحدها، في ضحايا كتير حصل معاهم نفس اللي حصل مع سلمى. سواء بقى الأهل موجودة أو مش موجودة، بتحصل الحوادث دي، بيبقى نتيجة افتقار للتوعية والتربية والرقابة من الأسرة. حاجة كمان، إذا كانت التكاتك أمر مفروض علينا، وللأسف إحنا بنشوف منهم إن هم بيبقوا يعني عصابة. التكاتك دول عصابة، مش كلهم طبعا، في ناس محترمة بتنزل بيبقى هدفها الشغل بس، لكن أغلبيتهم للأسف دول عصابة. لو توك توك خبط عربية ولا خبط حد ونزل يتخانق، بتلاقي كل التكاتك وقفت معاه، وكل واحد بقى بيطلع سلاح ويلا.
ليه مفيش رقابة أكتر من كده طالما دول بقوا أمر واقع في حياتنا؟ التكاتك دي بيحصل منها مشاكل أكتر ما بتفيد، مشاكل سرقة، خطف، اغتصاب، طريقتهم حتى في المشي وهم بيلعبوا كده وسط العربيات اللي ممكن يعني تقلب التوك توك باللي راكبين فيه. كل دي فوضى، فوضى، مفيش رقابة. ليه دول متسابين كده؟ يعني التكاتك جا وقت قالوا ان لازم التوك توك يترخص، في تكاتك مرخصة وفي تكاتك مش مرخصة. طب اللي مش مرخص ده مش مرخص ليه؟ ازاي برضو متساب؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل في المجرمين المتهمين دول. هم الحمد لله اكيد اتطبق فيهم حكم الاعدام، ربنا ينتقم منهم كمان في الاخره بحق اللي عملوه في سلمى الطفله البريئه اللي ملهاش ذنب في الدنيا، اللي عانت مرتين، مره من غياب الام ومره عاطفيا في شخص كانت مفترض ان هي بتحبه. ربنا يصبر قلب ابوها ويصبر اخواتها ويحفظ بناتنا يا رب دايما. انا بتمنى ان يكون في المدارس سواء الحكومية او الخاصة انشطة زي ما بيبقى فيه انشطة كده، نشاط يعلموهم فيه ازاي يدافعوا عن نفسهم لو اتحطوا في موقف مشابه، سرقة، خطف، اغتصاب، اي حاجة، اي حد بيهددهم، ازاي انهم يدافعوا عن نفسهم. دي حاجة مهمة جدا، لازم المدرسة تهتم بالنوعيات دي من الأنشطة. أتمنى إن هي تكون فكرة تتعمم في الفترة الجاية، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بناتنا وما يكتبهاش علينا يا رب. ما تنسوش إن دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت بس لسه الحلقات جاية كتير، استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.